لكن لا بد من إعمال الرجاء والخوف حتى تتحقق للعبد النجاة، لأن العبد إن أعمل الرجاء وحده أمن من مكر الله وعقوبته، وإن أعمل الخوف وحده قنط من رحمة الله ويئس من روح الله. وكل من الأمن من المكر والقنوط من الرحمة من كبائر الذنوب، ولا يمكن أن يحصل الاعتدال والقوام في ذلك إلا بإعمال الرجاء والخوف معا. والرجاء بابه أحاديث الوعد، والخوف بابه أحاديث الوعيد، وبهذا تكون نجاة العبد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا وهذا لا بد منهما. نعم.